علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كتاب ما قرآن الكريم سورة محمد عليه الصلاة والسلام وآيات سيو شش وسيو حشرة. رب العالمين وهذا بجاء إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم أموالكم فرق. يعني أنجح بحياة الدنيا دبي وينو ايلنجيه فلا يعني برا عندي عمل آخرتي تشتكي ومشغول نكن برا إنسانك غافل نبج عمل آخرتي بفان بحياة الدنيا. إذا قضى وإن تؤمنوا وتتقوا يعني وإن تؤمنوا بالله ورسوله والإيمان بخدا ورسوله خدا بينن وتتقوا الله بإمتثال أوامره ونش خدا جي بترسن شو ونش خدا بترسن يعني بجي آنين أمري بي ونش بأمري ويجي خو بباريزن ببين واي ونش خدا بترسن أو شغي وإن تتقوا يؤتيكم أجوركم أو خدا يعني يعطيكم ثواب أعمالكم كاملا خير منقوص. أو خدا تعالى بدأ مكافأة عملي بتمامي وبكماسي. ولا يسألكم أموالكم والتمام وإذا يعني خدا تعالى أو الجوان مالي وجي تمامي نخوزه يعني هو الإيمان بينن جترسا كون إيمان بخدا ورسول خدا بينن أو مالي وجدسته وهره تشكي وسطنا يعني نترسج مالكم يعني أنجح تشتكوا ورا خستن جوا أو زكاته أو تشتي واجب تشتي فرض جوا ورا خستني وكيدني تشتكي جوا نايس تندني ماني يميت شو مالتش تيوتش ماني أمهر أم دوام ذكر بلين إن يسألكموها بلين إن يسألكموها أجر يعني كجوا ولا طلب كريم يعني خداي تعالى جوا بغوزة مالي وجي يعني أو شغل تمام مالي وبغوزة أو وكافيجة إن يسألكموها فيكفيكم يعني بالتمامي لباقش بك يعني جوا بغوزة خلاوة چند دلو؟ أظنم 363 إن يطلب منكم جميع أموالكم ويلح في طلبها منكم أجر خداي تعالى مالي وترجوا بغوزة إلى حابك بيوني مالي وتر بدل من أو تشغلوا تشابكن تبغلوا بها يعني وني طمعيتكم بالدار بي مالي وني ندن وني بي مالي هو تمامي ندن ويخرج أدخانكم وأوي خداي تعالى تشتكوا قلبي وداجي هي أوي درخه يعني أو كراهية بين نفقاندنا دريا خديدا كوني درخن راستي أو كيني أو وي كرهاندني أو خداي تعالى درخ راستي عندي جبر بيا خداي تعالى مالي وتمامي لجوا ناقوزة يعني فتلك طلبها منكم رفقا بكم جبونا الشفقة بوا رب العالمين عندي ترك تمام مالي وكيلية تمام مالي وجوا ناقوزة يعني جي هنكي مال جي تشليك جي هنكي مال جي مثلا ام بيجن جي دهايك جي هنكا جي مثلا وسائل يعني جبيستيك او تشيت بيكاري بيجي أريا يعني يا بيجي أريا بيستيك چیه؟ إيش بيستيك؟ بيستيك جي بيستيك أبي تشيلك أبو نا أبي بيستيك هي شپازدايك هي دهايك هي جتشليك هي وسائل بلي يعني أم قصة بيجن زكاة فرض و مثلا بيجن صدقة وفطر مال التجارة قرده بيره تجارة مالي مالي tohum çiçek bir عرديتي onda bire. Eğer kutu nivi bağve nivi baranı bazıda 15'ten bire. Eğer tamamıyla tıbba
كريني ام بيجن مصرف تابدي يلبستن بيره بيسيك ماله ام دوام كن ماله دوام لا ما شوكه لا بس خير اخوات كلمات لعيبون الشرح وبيج يعني حياة الدنيا تشاو ولا حتى ماله حياة الدنيا يعني وكا يعني شو شكلي تشبيه بك معنى حياة الدنيا ليستوك يعني ليستوك شيا حتى كو أزونا يعني ليستك مثلا ليستك زاروكا تديه دباشخا او كده يدوي وكا خاني زاروكا كو تشيت كن ايواري خارات كن تنمون يعني تشتكو او دبت تاب لبيالي دمينا تشتكي قالجي نينا يعني وكا اويني وكا ليستكي يعني حياة الدنيا كو اگر نجبونا آخرته با شما اوينه شوا اوين مرد مشغول دکه اصل آماجا مره اب حیات دنیای جی اصل خایان مره جهاتنا به دنیای که مر در باسی دنیا و یالی و به دنیای قازانش که اب حیات دنیای ابی سوسهانی مره جه اصل مقصودا مره غافل دکه له لیستک كوت دليزي وتفايدة ترى نوميني وكم معناه يعني جاشيجيا دمدمية نا حياتك الدائمية عيني وكان ليستوك تشتي تخلال دك تشتي ترى نوميني حياة الدنيا جي وكا خيال كيلت يعني تشتي قولجي ترى نوميني راس عينوس بلد هنا ذيكي اللعب دبي الفعل الذي يريد به فاعله الهدف دون اجتناء فائدة كأفعال الصبيان. ايه مش بصوت يعني ازدوام مثلا ولا هو دبي العمل الذي يعمل لصرف العقل عن تعب الجد في الامور فيلهو عما يهتم به ويكد عقله تشتكي عقله يزول مشتكى وبيرح ابدبا باجات دبينا اذا خنكي خوشي وكي خوشي أوبك يعني هيك درخة جوا عالمي درخة. وده زانا مجي بكل مانجي قولي عيني تشتكي تبع عربي قول مجي بكل مانجي. مالا جماعة زانا وانا. يانا. مبو. أمريكا بي. أم بيجي دمان أمريكا مالا شاكي كرم كبي. وديش ترى زيبا مالا جماعة تشتكي ويقول مجي بكل مانجي نقول. يعني ما شاء الله بينهم عالم تفكت بيجن سيدا تبقى وكيل والله وليش ترى زيبا نا مقول من وكا ويقول من نقول وي وكا مقول من استغفر الله أم درباس من ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله أون فاني هاني وانتين دعوت كرن جبونا كون بنفقين هنكي تابي هنكي جمالي خود ريا خوديدا وأما بله سبيل الله يالز تمام مالي وجوه ناي طلب كرنا إيجا دبي فمنكم من يبخل دقال كو تمام مالي وجوه ناي طلب كرنجي هنك جوه هنا دبي هذا طمايت كن يعني جبي إنفاقا كو مطلوب جوان طمايت كرنجي ناض ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه كي منع به جبه دانا هاني خدا جي جزء كي جمالي بيد خوازه دريا خدا دا صرف بك او انجح طماعية دكال دوي تشتك كو جرى لسر نفسه خو بكرة او نفسه خو بخوش محروم دكال شنكي مكافاتا بين نفقاندني اصل جوي رايا او نفسه خوش محروم دكال يعني اف طماعية كو دكال دانا مالك وخدا جزء اكي قوتيه تدريا مدابدي افتماعي او لسان نفسها خود كان او نفسها خوش محروم تكاش مكافاته بله ايجا يعني يك بيجا تدي مثلا مشركه بياخد يهوديه دغو وندبن خدا دخوزقي خدا فقيره وخدا دخوزه ايجا ربي العالم يدبي ابي قصنا الخوزن نجبي من احتياجي مبوتنا والفقير اصل زنگين خدا بيجن والله الغني خدايا كو زنگينه يعني احتياجي خدا من فقاندنه تنه خدا محتاج بان فقاندنه وانينه وانتم الفقراء اصل فقير ببال خدي با ونن
بله وإن تتولوا يعني أجرك ون بفتلن شيء إسلامي ونشي إسلامي مرتعد ببن يعني وإن ترجعوا عن الإسلام إلى الكفر حاشاكو أجر وصى ببن وإن تتولوا يستبدل قوما خيركم يعني أو يقضى بدل بك بوان يعني يهلككم أو دودا مقدرا أو يقضى وبهلاك ويستبدل قوما غيركم يعني ويأتي بقوم خيركم أو يقضى تعالى قوما كبينا كنون يعني كنون دبكو مقصود بي مشركي قريشيابن دبكو مقصود بي انبيجن انصار ومهاجر بن عرب بن اما مقصود دبردا خدای تعالی بي خطاب عرب راكلي اي جري عربا كسين بي اون اگر وندفش ديني خدای بردن بشتكو مسلمان بون جار كدني بفتنن او خدای تعالی وبهلاكي وقومك يدني وين ميدان بدا كلمه كبيشن ابن خلدون تاريخ خدها دبيكي خدا لسكي مازن جغين عرب وتركا خدا لسكي مازن المسلمان الدن راكد او شيء دبي اوانا بسياستي وبرياستي مشغول من هبرا حربي كرن وشر وفتشوني كرن خدا تعالى جعالمي مازن جملتي النكات درس örnek دبي جاكي بكي محدث يعني راوية حديثة همان يكيد دو أبدا تمامي فرس. ماله يعني أمي ولا سلوي ذلك أمي سلوي قبل أن نظلم إجا خداد بجاه وإن تتولوا يستبدل قوما خيركم أو قومجي خير وباء ثم لا يكون أمثالكم دو بيدا أو نوى كوابن يعني أو كجدين خو إطاعة كار من خدا يعني أو مطيع أمر خدا من إيجاد كل لا يكون أمثالكم دويدر دا أو ابن عاشور دبي يعني أيوكا ونيبن يعني دبي آيات دبي إشارة دكا عالما قوتية كو عرب خدا قوتية دبكو مرتد ببن أما أوي قومك خدا إشارة كي بالوانبا بشتيكو مسلمان ببن مرتد نوم بشتيكو مسلمان ببن سر إسلامتيا خو دوام تكن بله أم دوام تكن بيقول من ميجا الجمعية ملك خطيب دعاة كداد خطباتيا دعاة كداد يقول مغفر المؤمنين والمؤمنات أزولان جبي آيات جب فايدة دي آيات از دسي حبا جورا بيجم أم هي مثلا يك جوان سرائر المنافقين وخبثهم أو جزلية منافقة وخبيثية وخداي تعالى دبي از درهم ويخرج أدخانكم أو دبي از الريه وخم وإيد ديا أبيا سنة الله سنة خدايا وخداي تعالى منو منافقة دخوزة شبقتنا وأبي سيا خداي تعالى عبد خوي من بآلكاري وبتقوية خداي تعالى وان تقويتك أبي سيا شفقة خداي تعالى بعباده وراهية كو تمام مالي وان جوان نخستيه دريا خدا هنكش مالي وان خستيه أفانا فايدة ذي آياتنا بل أم دوام تكن يؤتيكم أجوركم يعني خداي تعالى قلت يؤتيكم أجوركم يعني ثواب إيمانكم وتقواكم أي خداي تعالى مكافأة إيمان وتقوى وبدوى ولا يسألكم أي ولا يسألكم جميعا ولا يسألكم جميعها تمام مالي وجونا أجور ثواب دركت يعني ثواب أجوري دركت الإيمان والتقوى أوجيكم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم تمام أجوركم يعني أجور إيمانكم ولا مضافة مقدر الكلام مالي خداي تعالى يعني تمام مالي وجه وناقضة إنما يقتصر منكم على الربع العشري لسر شيء لسر جدها شاريكاوي شاريكا دهيكي عين سر يعني كل تشلي
يك. بله ثم قال هي تجارتها هي أضاع الدين. جل القوت يعني تجارة بقصد قبل إن ثم قال فإذا قضيت على قو إن يسألكموها فيحفيكم يعني أجركم خضيت على جواب تمام مالي وبخصة فيحفيكم يعني أي وشبكرا وباقش بكرا مني أي يجهدكم أي وبخصة زعمتي زورلغية ويطلب هو كله أي خضيت على يعني أجر قصة تمامي جواب قصة إجا فيحفيكم تلا السبكة شلمكتام تليا فيحفيكم نك جواب حتى بسال ترشت بابك جواب إشماره أظن منك جواب أنا إن يسألكموها أو فيحفيكم أجر جواب قصة بتماميها يا أو أنا شو معنى يحفيد بجاء أجر جواب قصة بتمامي جواب قصة والإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء يعني بخصنا تمامي كبر تمامي جواب قصة أجر قصة بقصة أو إجا ده جواب وياه دبيتش تبخل بله إجا يقال إحفاء في المسألة معنوي دخصني دا شيء إحفاء كشيء إذا لم يترك شيئا من الإلحاح يعني وصا إلحاحي كر 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 عندي تتشتكي ناشتا حتى أو كيف إلحاحك يعني حتى صوني مبر زيادة عاشري يعني إحفاء معنى مبالغة زيادة يعني وإحفاء شاربه يعني سميلي يقول كوكي دا بري إذا استأصله وقتش كوكي را إذا تبغلوا ويخرج أدغانكم أي تغينون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وني كينوا نفرته وني بيستمش بكن لسال في وسلم وتضيقوا صدوركم لذلك وتضيق صدوركم لذلك ولسال بيخصنا تمام مالي و أو السنج وجي تنقبه بله وأظهرتم كراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم ووني ظاهر بكن يعني نخستنا خو كرهاندنا خو كينا خو ونفرتا خو جبوي بي دينك كو تمام مالي وش خورات به يا وني بيا چه دينه دينك كو تمام مالي مدبه او دين جمانا نوازمه والضمير في يخرج معنى والضمير في يخرج ضمير يخرج لله عز وجل يعني او خداي تعالى تشتي بشاريه قلبي ودرخه وي كينا كون الدليل خدا بشي من يخدي درخه اي شو اي يدغينكم يخرج يعني يدخينكم او خداي تعالى درخوي كينو نفرتا بتشنو اي درخه بطلب اموالكم بخصنا تمام مالي وكب خوزه او بسبب كون كينا خب تمامي درخه او كينا كوزكي ودا ون درخن او للبغل ياجي امن يخرج او ابي طماي وكينا دلي ودرخه الضمير في يخرج لله او للبغل شما لانه السبب الادغاني سبب بكينو او نفرتا كود دلي ودا دري دبا تبخلوا ويخرج بخل درخه أضغانه بل أما راجب الخدای تعالى ما بخشتره أو يقصد راجب المصدر الفعلي ما بقوش بل وقرئ أن نخرج بل راست وقرئ أن نخرج بالنون نخرج خدا في جاء مدرخه ويخرج بالياء والتاء ويخرج بالياء والتاء يخرج وتخرج هردو جاتنا مع فتحهما مني يخرج تخرج فتحة ياء فتحة ورفع أدغانكم ويخرج أدغانكم أو الدري كيناوة إجا أدغانكم تخرج أدغان أو كيناوة دري بلى أو شغل فاعل أدغانه هؤلاء موصول أباني هاني بمعنى الذي الأبانان كل صلته تدعو هؤلاء تدعون أباني هاني تدعون كتير قصدي القرآن كبير يعني شمد به هؤلاء موصول بالضمس كبير هؤلاء موصول لنا هؤلاء اسم إشارته تقريبا إيه راسته
إيجاد بدأ يجي موصوله demek ki بمعنى اسم إشارة جرته استعمال كرنا يعني اسم إشارة بمعنى موصولة استعمال كرنا دبي ذكر ده إعراب القرآن ده دبي هالي تنبيه وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره خبر أنتم وجملة تدعون مستأنفة أو إجابة وأعربه بعضهم هالي التنبيه وأنتم مبتدأ وجملة تدعون خبره وهؤلاء منادا معترب بين المبتدأ والخبر جاء وجنح الزمخشري إلى إعراب هؤلاء اسم موصول بمعنى الذين وهو الخبر تدعونات بقى إجت بقى الصليبي أو شخصوات بقى أي أنتم الذين تدعون ون أبانانك وانتين دعوت كرن أو أنتم يا مخاطبون ون أي بانيكو خطاب وراتي كرن هؤلاء الموصوفون ون بانيكو وصفي وانا أبن ثم استأنف وصفهم نبيد خداية تعالى إجا وصفي وان وصا آيد اسبيتكا تدعون كأنهم قالوا صنعي أواج وانتي كودن وما وصفنا يعني بيجي ويان الشرب أنتم هن أنا يا ونكينا الذين تدعون لتنفقوا بسبيل الله ونكون تنقاض كنا كنجبوكم بنفق دريا خددا تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عنه يعني إجا وصانك فراد بين ابن كينا يعني أو كتب قصدكي وصف مكشية كأنهم قالوا وما وصفنا فقيل تدعون لتنفقوا في سبيل الله وان أبكسي كونتين دعوات كنا نجبون نفقاندنا دريا خددا قيل هي النفقة في الغزو إجا نفقاندنا دريا خددا شن نفقاندنا جبونا شر جنگی کو درین قرشی کافرا دبکو يعني خدا و پیغمبر خدا گوتمن کامال خوبین جبونا مصرفا حربه ام نفقين وقيل الزكاة نقدر قلتيه ام نفقان زكاته كان لو قيل الدليل على انه لو احفاكم اگر كو خدای تعالى بتمامیش و بقصه لبخيلتم ابي دليل قيله او كو زكاه المقصود بالزكاه ويتمايي بكره وكرهتم العطاء ونبك وكرهن ونبدل واستغنتم ودغنوا كيني دليل خدا بقرتا انكم تدعون الى اداء الربع العشري ون تين دعوت كنن ببال دانا ربع عشري با يعني شاريكا دهيكي يعني جتشليه فمنكم ناس يعني يبخلون كتلة تجارة بله فمنكم ناس يبخلون بأجواء هنك إنسانا نكو هيج بياجي طماية بياجي النار ثم قال بيد خداية تعالى قو ومن يبخل بالصدقة وأداء الفريضة كي طماية بك بدانا الصدقة وبأداء كرنا فرض كل مثل زكاة فلا بيزونا او دنجم قرفيبي تدنجم ناكر ماني دنجم تنشيش الناس تنشي كسيجي نكون اطيا متني لا دنجم قرفيبي تمام تمام كأنه قيل الدليل ما هو معناه يومش فهمت كيف الدليل تقول مبتدا انكم تدعون الى اداء ربع العشر هذا بخبره كأنه قيل الدليل على أنه لو أحفاكم لبخلتم وكرهتم عطاء واستغننتم أنكم شو يعني؟ واو يعني الدليل هذا نعم كأنه قيل الدليل يعني الدليل على السرق مقصود به الزكاة أريه تمام عيني عيني تشتغل يعني كأنهم قيل الدليل على أنه لو أحماكم لبخلتم وكرهتم العطاء واستغنتم دليل هو دليل هذا أنكم تدعون وانتين دعوتكم إلى أداء الربع العشري بل فمنكم ناس
يبخلون به بله أو هذه السبب ده أوكا يعني تقويا كقيلة كوتي زكاة نغزوة هذا سري خبرته ما نزلون ثم قال بيدا قضاء تعالى ومن يبخل بالصدقة وأداء الفريضة كي طمعي بك بدانا زكاة بدانا صدقة وبدانا زكاة إذا كنا زكاة فرض فلا يتعداه ضرر بخله أصل يعني أوي طمعية وي جوي دربا صنابة يعني أو طمعية بخورات كان أو على كي هي كوي بخورات كي وزرار الدخول زرارة ويدقي جوي يعني وقت مالي هي بربرشية وناخو يعني شما تشكي أو طمعية بخورات كان بنفسها خورات كا وإنما يبخل على نفسي أو طمعية لسان نفسها خود كان يقال بخيلت عليه وعنه طمعية لسان خكر وطمعية جو خكر دمكي بخيلة ببين معنيشته وكذلك ضننت عليه عليه وعنه دي صا يعني وصا ضنج معنى طمعية كده نوصل يعني أبي أدريك سيدا يعني أبي يبخل هم تعديب عليك هم تعديب عني أو كنت برضه يقول كده وإنما يبخل عن نفسه يعني عن ده برضه معنى علاية يعني عيني يعني والطمعية لسان نفسها حكي طمعية لسان نفسها حكي يشغل خوري وصل بيجي عيني وقتها دمي يعني بخيلة بعاني جتي متعدد كم بعلاي جتي متعدد كرن ده برضه بعاني هاتية يعني استقندي كتنتي يعني وقت شوا في وقت معناه وفرق ليش يعني بخل عليه وبخل عنه يعني أمسك بخل عنه بمعنى بعديه يعني دول كذا مثلا أزولان بخل عن نفسي بخل عن نفسي بخل عن نفسي أن يبعد الخير عن نفسي على طريق البغل يعني السر بالرياضة الطماعية خنجيج نفسها خدولك مالي أم درباست من وكذلك ثم أخبر أنه لا يأمر بذلك ولا يدعو إليه لحاجته إليه دبيدا خدای تعالی گو ابتشتك از امر دكم بي از دعوت دكم و ببالبا احتياجي من بالبا تنا فهو الغني الذي تستحيل عليه الحاجات خدای تعالی زنگینه کی کو احتياج لسر محاله يعني خدای تعالی صمدا يعني خدای تعالی نمحتاج كسيه هر تشي محتاج ويه ولكن لحاجتكم وفقركم الى الثواب اصل ابي دانهان جبو بيايه جبو يكون محتاج وفقير ببال مكافات نبانك خدي بدا و افدان جبونا ويا ديسا ماني خدا أجمد كلمة رجعك استغفر الله يعني حالا ما لا ولا رقمين زاني كلمة معناها كلمة خدا بيش عندما زكاة فرض اما فرضية زكاة فايدة ويشكيرا هي خدية مال راي ايه كده ده جوي راي فايدة وقتا كنا ده وكي انسان كي كم محتاج بال خارنه غابة ويه خارنه نخو بچينا بكش هذه يجي عين زمان منفعة مروي دنيا ويالية وقتا كم مرفي جمريتي بكا مر جمريتيج نفسها منجم إذا نخوة كا بالنوع ندا وقت يك بتشي مش دكير بجي أظهر دين إخوة بدم. دمك أو تعبيرك يوم مشى. يعني وكا صان كي دين خدا بسرن احتياجات خدا تستندنا ويديني هيا أو جي بجي أظهر دين إخوة بدم. أصلا أو بفهم معنى ذا سيدا يعني ما فكره كلمة معنى بك يعني أو شكر خدا قوة دين تستوي دا أو قال لطف خدا قنجي خدا للسري هنا جرفان قنجي خدا تشكر بك أبي وقت دينك يربو معنى تشبيه ولا بلد يعني سواء الدين قضاوي ضروريته أبي طاعة عبادته خدا قضاوي ضرورية مجبرية مل أم در باصفن وإن تتولوا أو معطوف على وإن تؤمنوا وتتقوا وإن تؤمنوا وتتقوا وإن تتولوا أجروا إيمان بنو تقواه بكن أبي خدا تعالى مكافأة وابدا إجا وإن تتولوا أجر كون بشتاقوا بدن دين خدا يستبدل قوما خيرا أصلا دا يعني تدي مجانا ما كتاب النحو ده مدقوم إعلان أمر خاصة خطاب عام
اما دبرداجی يعني هر چندی امبیجن دبکو يعني خدا به امبل مهاجر و انصار قصد کرده یا مشرک مکه قصد کرده یا عربا قصد کرده اما آنا جیج برکو حکم قرآن و خوندن قرآن باقی حتی آخر زمان خدا تعالی آنا جی به آیت ایکو بخوینه مخاطب به آیت به خدا جوان را جبو صادبه ونه اگر پشتا خو بدن دینی خدا و خدا تعالی قومکی دنی بینه وإن تؤمنوا وتتقوا pardon يستبدل قوما خيركم وإن تتولوا يستبدل قوما خيركم أو خداي تعالى وبه لك يعني بينا ويأتي بقوم غيركم حال كون وانجي أو قوم أو نوكوبة يعني شو يخلق قوما أو خداي تعالى خلق بك قومك سواكم غير وعلى خلاف صفتكم أو وكوانين بن شو وكوانين بن راغبين في الإيمان والتقوى أو يعني داخوز إيمان وتقوى بن أو استكليبا جبونا إيمان وتقوى را خيرا متولين عنهما أي بشتاقوا ندن إيمان وتقوى يا وقت شيء بنزل بيا آيات يدين خداتي زبردة شدا كده وإن تؤمنوا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم يخلقوا قوما سواكم نقل إلى إلى كذا كتبات إلى كذا شكي بحث إلى كناك ولا تفسير ذكرن فبني أبي يعني خداي تعالى بني أيوة ما هلاك وقوما كذا بينا يستبدل قوما غيركم يخلق قوما سواكم أبدأ معنى غيره الجو ولا يكون أمثالكم معنوي بيتش معنى على خلاف صفاتكم يعني حسن ده معنى يا هردوا يعني يا غيركم ثنيا ماله عن شوفوا يكيدا يعني ذاته يكيدا وصفه هم از ذاته هوا بكهرم بكم وهم از يعني وصفه هواش ماله هنجي كنا وكوابنا ماله يعني كذيوان إلاك بكم نبوي معنا أو إلاك كقوله وقتنا خداي تعالى ويأتي بخلق جديد وذي خداي تعالى بخلقيتك نو بينا سورة إبراهيم آية نوزنا ماله فاطر سورة فاطر دجاء آية شازنا وقيل كأب قومك وخدا وبينا كينا هم الملائكة قلنا وخدا الملائكة بينا شغل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أو يعني دائم شغل مطيع الأمر خدا دانا وقيل الأنصار أو قومك خدا وبينا أنصارين وعن ابن عباس كندتو والنخع قبيلة كندو ونخعنا وعن الحسن وتي العجم أب قومك خدا وبينا نعرب عجم وعن عكرمة فارس والروم قوتي فارس وروم أو قومك خدا وبينا أو النوكا عربابا وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا أب حديث صحيحة والله أعلم مسلم بخاري ده اجدر باستبان وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القوم أب قومك خدا قوتي يستبدل قوما أب قوم كينا يا رسول الله وكان سلمان إلى جنبه سلمان الفارسي كيركا پیغمبر بيان السلام فضرب على فخذه أول تشوكا سلمان خصية وقال هذا وقومه أو قومك خدا إشارة كريه أبيه وقوم وينه والذي نفسي بيده أسون دخون بويك نفسهم دستي وده لو كان الإيمان منوطا بسرية لتناوله رجال من فارس لتناوله لتناوله أبله ده الروايات كده ده لو كان الدين منوطا ده الروايات كده لو كان الإيمان منوطا ده يعني روايات جهات فرقينة قلت يا أوي هرن ووي بين القوري بله نالا رجال من أبناء فارس بحديث الإمام أبو حنيفة ويا أبو حنيفة منه سيدا أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت
عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم قال رجل من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي في أمر جوابا حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثا. وفينا سلمان الفارسي أدنى وماذا سلمان الفارسي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. أوجه حديثك آيدي عيني مآلي بدهاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة محمد كان حقا على الله أن يسقيه من أنهار الجنة. بله خدای تعالی يا ربي تجناري جنتي مبدي أفضاني ولو حديث لا حديث بجي أما يا ربي تقول نبي قبلك. بله